فيديو النهارده زي ما انت شفت في العنوان عايزين نتكلم فيه عن مسلسل نجاسة وليه المسلسل ده حرفيا زي الزفت. وعشان ما اطولش عليك تعال نخش في الفيديو على طول. وقبل ما اقول اي حاجة في خلال فيديو النهارده، الكلام طبعا اللي هقوله هيبقى من وجهة نظري الشخصية كشخص اتفرجت على المسلسل من اول حلقة لحد اخر حلقة، وكشخص برضو سبق واتكلمت هنا على التسريبات والاخبار بتاعة المسلسل من سنين. فبالنسبة لي انا كنت متابع المسلسل من ايام ما كانوا اساسا اعلنوا ان هم هيعملوه، ومن وقت ما كان بيتصور، وكنت بتابع معاكم برضو من ايام ما كان في اشاعات وتسريبات في منها الصح وفي منها الغلط. فانا بالنسبه لي بتكلم على خلفيه عندي من زمان، وده على عكس لما اكون واحد فاتح المسلسل بتفرج عليه واجي اقول لك كلمتين عنه وامشي ويبقى الكلام كله كلام سطحي. بدايه كلامي كالتالي، انه المسلسل ده يعتبر من اسوأ المسلسلات اللي مارفل عملتها، ده ما كانش الاسوأ، ويعتبر هو بيتنافس مع شي هالك على مين اسوأ من التاني، وده طبعا لكل الاسباب اللي انا هتكلم عليها دلوقتي. مبدئيا القصه بتاعت المسلسل زي ما السبب وقلت قبل كده، من اول ما الاعلان ما نزل القصه حرفيا محلوبه وفاضيه ملهاش اي 60 لازمه. ولو تفتكروا معايا قبل نزول المسلسل قلت لكم القصه عمرها ما هتتكلم على سكارلت ويتش، والمفاجاه كالتالي، لما تتفرج على الحلقه الاولى لحد الحلقه الاخيره مش هتلاقي انه في اي حاجه مهمه بالشخصيه بتاعه سكارلت ويتش. مفيش غير الحلقه الاولى اللي انت بتشوف فيها ستاند دبل او شخصيه مشابهه لسكارلت ويتش او واندا ماكسيموف، ده المشهد الوحيد اللي انت بتشوفه في اول حلقه من المسلسل. ولكن لو تفتكروا الكلام ده قلته لكم برضه ساعه لما الاعلان نزل، سكارلت ويتش عمرها ما هتظهر جوه المسلسل، ودي كانت تعتبر تهيؤات. وبالفعل النظريات اللي انا قلتها طلعت للاسف الشديد ان هي صح. بالنسبه للقصه، القصه ملهاش اي علاقه بالاحداث بتاعه واندا ولا ايه اللي حصل في دكتور سترينج ولا الكلام ده كله، ولا حتى كمان انت استفدت اي حاجه من مسلسل وان ديفيجن. وحرفيا واسمع مني الكلمتين دول، لو انت ما اتفرجتش على المسلسل اسمع مني، اقسم بالله المسلسل ده لو انت ما اتفرجتش عليه هتفهم الاحداث اللي بعديه على طول. يعني انا اكتر شخص بقول لك لازم تتفرج على كل الافلام والمسلسلات بتاعه مارفل عشان تربط الاحداث مع بعض، ولكن بالنسبه للمسلسل ده بتاع نجاسة ومسلسل شي هالك الاتنين دول لو انت ما اتفرجتش عليهم اقسم بالله هتفهم بقيه الاحداث عادي. وبالعكس كمان ده انت ممكن تستفيد من وقتك بدل ما انت ما تتفرج على الحاجات الزباله دي. وللامانه انا كل ما افتكر القصه او الحلقات والوقت اللي انا ضيعته عليهم افتكر الكتاب كده واتخيلهم ان هم قاعدين مع بعض في اوضه وبيقولوا احنا ازاي هنعمل السكريبت بتاع المسلسل، ورقم واحد بالنسبه لنا ان احنا هنعمل منه حلقات كتير ملهاش اي 60 لازمه، بس يا ترى هنعمل الحلقات دي عن ايه؟ فيقرر واحد من الكتاب الاذكياء دول ان هو يقول لك احنا نمسك الاحداث المهمه اللي هي لسه حاصله ونحاول نحلبها ونحلب ابوها. فعلى سبيل المثال رقم واحد، احنا عندنا واندا عملت التعويذه على نجاسه في خلال وان ديفيجن، فهنا ممكن نعمل حلقه عن ايه اللي حصل بعد التعويذه دي ما كانت موجوده على نجاسه. ورقم اتنين، احنا عندنا ان شخصيه سكارلت ويتش ماتت في خلال دكتور سترينج 2. احنا مش هنتكلم على السحر ولا هنتكلم على كانج ولا هنتكلم على ايه اللي بيحصل للمالتي فيرس ولا الكلام ده كله، لا احنا بس هنقول ان سكارلت ويتش ماتت، ويلا هي دي برضو الحلقه الاولى مش الحلقه الثانيه. وتقريبا برضو اخر حلقه قالوا فيها نفس الكلمتين، فاللي هو برضو انت خدت كلمه ولا جمله حصلت او مشهد كان موجود قدامنا كررته يجي مليون مره. طب ايه اللي انا استفدته؟ حرفيا لا شيء. ورقم 3، كل الاعمال اللي عماله بتنزل دلوقتي نوعا ما بتعرفك شويه تفاصيل او شويه معلومات حتى لو بسيطه عن قوانين السفر بالزمن، عن قوانين المالتي فيرس، على ايه اللي بيحصل اصلا في كون 616. حتى فيلم انت مان اند ذا كوانتمانيا اللي زي الزفت، الفيلم ده يعتبر عرفك مين هو كانج اصلا، عرفك انه في مصيبه جايه اسمها كانج. وده لو تاخد بالك بالرغم ان هو كده كده الفيلم يعتبر زي الزفت وان هم كنسلوا فكره كانج، بس الفيلم كان ليه فكره عايز يقدمها، انه يقول لك انه في واحد اسمه كانج وفي منه نسخ مختلفه كتير جدا جايه. فبالرغم ان هو الفيلم زي الزفت بس هو مهدك لحاجه مهمه، في قصه هو عايز يحكيها حتى لو هو ما عرفش يحكيها. فبالنسبه لي انت مان احسن بكتير جدا من مسلسل نجاسه، على الاقل في رؤيه هو عايز يوصلها لك حتى لو هو عاجز زي ما قلت لك. وبالنسبه للنقطه الرابعه اللي ممكن يكونوا طلعوها كده كفكره كرييتيف، ان احنا عندنا الكومبارسات اللي كانوا موجودين في وان ديفيجن كانوا شخصيات تم التاثير عليهم من واندا، بدل ما احنا ما نعرف ايه اللي حصل لهم او ممكن نقابل شخصيه مهمه منهم، لا احنا هنرجعهم كلهم احسن في خلال مسلسل نجاسه، ونخلي الممثلين نفسهم يقولوا ان دورهم مهم ونخليهم ان هم يعظموا في نفسهم مع انهم كومبارسات في خلال وان ديفيجن، يعني ادوارهم برضو مش مهمه قوي. وللاسف الشديد لما هم يجوا في خلال مسلسل نجاسه الكومبارسات دول يبقى دورهم في خلال وان ديفيجن احسن مليون مره من نجاسه. فاللي هو حرفيا انت جبت ناس دفعت لهم فلوس على حرفيا لا شيء، بدل ما تقول لي مثلا انه في حد منهم اتاثر بحاجه، في حاجه حصلت في ويست فيو كبيره من بعد الهكس بتاع واندا ده ما اختفى، اي حاجه مهمه سواء للناس او سواء للمنطقه بتاعت ويست فيو، وحد من الناس الكومبارسات دول يتكلم عليها او حتى بس يلمح عليها من بعيد لبعيد، ان شاء الله يكتبها كده على باب بيته ولا يحطها على ورقه. انما لا، دول 4 عناصر اساسيين هم خدوهم حطوهم في خلال الحلقات كلها
كلها انا نفسي اتفقعت وانا عمال بتفرج، مرارتي خلاص ما بقتش مستحمله. سكارلت ويتش فضلوا يقولوا لك كل شويه واندا ماتت، سكارلت ويتش ماتت، انت ابن واندا. طب ماشي، ايه المهم في الكلام اللي عمال بيتكرر كل حلقه ده؟ لما حلقه قال لي يا عم حتى ان سكارلت ويتش ماتت ولكن ممكن روحها تبقى موجوده عند مافيستو، لمح لحاجه تافهه زي كده. او قول ان يا واندا او سكارلت ويتش لما هي ماتت ملاقوش الجثه بتاعتها. قولوا ان هو في حاجه ليها علاقه بان هي الروح بتاعت تومي ممكن يبقى ليها علاقه بالروح بتاعت سكارلت ويتش مثلا، الاتنين دلوقتي عند مافيستو. او ممكن ديس تبقى عارفه اي معلومه عن سكارلت ويتش او عن شخصيه تومي او عارفه اي حاجه. المهم يبقى في دور للشخصيات اللي عماله بتتكلم هنا جوه المسلسل في خلال ال9 ولا ال10 حلقات دول. انما اقسم بالله جوه المسلسل كل اللي هم عمالين بيقولوه مجرد سطور ملهاش اي 60 لازمه. واقسم بالله تاني مره، هو ديني بقسم تاني، لو انت اتفرجت على كل الحلقات اقسم بالله كل الجمل اللي بتتقال مش بتمهد لحاجه حتى لو صغيره تافهه. وحتى كمان برضو ما مهدوش لاي حاجه ولا لمحوا لحاجه مثلا حصلت في الفتره الاخيره بتاعت الام سي يو. اخرهم ان يا واندا ماتت فخلاص كده دي هي نهايه الطريق ونهايه السيناريو كله، ونبقى كل شويه عمالين بنكرر نفس الكلمه. وقصه المسلسل نفسها للاسف الشديد برضو لما تيجي عشان تبص لها من زاويه تانية بعد ما المسلسل ما كله ما خلص كده ونزل كله اونلاين، القصه بتاعت المسلسل حرفيا زي ما قلت لك لو شلتها مش هتاثر في اي شيء. وده لان بكل بساطه لو انت لسه مش عارف فاحنا عندنا شركه مارفل للاسف هتضطر تعمل مسلسل مشتق من نجاسه اللي هو مشتق من واندا فيجن. والمسلسل المشتق ده هيكون بيتكلم على العيل المتني اللي هو يعتبر تومي اخو العيل المتني التاني اللي كان قدامنا في خلال مسلسل نجاسه. فهم هيبقوا عمالين بيحلبوا شويه عيال متنيه عمالين بيقدموها قدامك بدون سبب. وافتكر كلامي ده ان هو المسلسل بتاع تومي ولا سبيد اللي هم عايزين يعملوه برضه مش هيبقى ليه اي قصه، نفس نجاسه هيعملوه ولكن نجاسه الجزء الثاني. النقطه الثانيه اللي عايز اذكرها دلوقتي الا وهي انه مفيش حد مهتم بشخصيه نجاسه حاليا، وهي برضه الشخصيه دي لو انت شلتها مش هتاثر في اي شيء، ولا هتاثر على حاجه كبيره زي دومز داي او السيكريت وورز، ولا هتاثر على حاجه تافهه زي ان هو تومي يلاقي بيلي ويلاقوا بعض ويبقوا اخوات وننهي الحدوته بتاعت عالم سمسم اللي بيدوروا على بعض فيها دي. بالنسبه للناس اللي انا كنت قايل الكلام ده قدامهم في خلال الفيديوهات اللي هي كانت ساعه نزول التحليل بتاع الاعلان تقريبا، وقالوا لي لا اصل انت مش عارف اي حاجه عن نجاسه في الكوميكس وان دي شخصيه مهمه وفشيخه ومفيش منها اتنين، فانا عايز افهم دلوقتي برضو انت ايه اللي انت استفدته من المسلسل او الشخصيه بتاعت نجاسه فادتك في ايه. بكل اختصار حرفيا المسلسل ده لو انت جيت عشان تقارنه بالكوميكس، الكوميكس احسن مليار مره على ان فيها قصه، مش قصه ولكن قصص. ومارفل يمكن الحاجه الوحيده اللي انا شفتها عملتها عدله في خلال المسلسل ده ان هم اقتبسوا ان شخصيه نجاسه بقت دلوقتي بتساعد العيل المتني، بقت بتساعده في خلال اخر حلقه خالص، وان هي على هيئه شبح نفس اللي هي كانت بتعمله مع واندا جوه الكوميكس، نفس اللي احنا شفناه في الحلقه الاخيره. ودلوقتي المفروض ان هي هتساعد البيل المتني ده عشان هو يلاقي المتني التاني اللي هو اخوه، ويكونوا كلهم عيال متنيه بقى مع بعض ونشوفهم في الحاجات الملونه دي الزباله. ده المشهد الوحيد اللي اقول لك ان هو يمكن كويس من الكوميكس، غير كده اقسم بالله ما في حاجه تانية مفيده، وابقى كداب لو قلت لك انه في حاجه تانية مفيده. بس سؤالي برضو ما زال للناس اللي هو فين برضو تاثير نجاسه في خلال عالم الام سي يو قبل نجاسه، قبل ما المسلسل ده ما ينزل نفسه وبعد ما المسلسل ده ما نزل. سؤالي ده لو انت هتيجي عشان تفكر فيه وانت بتتكلم على انك عارف الشخصيه من الكوميكس او عارفها من الاحداث بتاعه الام سي يو، فعندك نظريات او توقعات او ايا يكن، فمهما حصل اقسم بالله انا بقولها لك من دلوقتي مش هتلاقي سبب مقنع يخلي الشخصيه دي مهمه غير ان هي هتخلي الشخص اللي هو ويكن ده يلاقي اخوه، وبعد كده مع السلامه. ما اعتقدش في اي فايده تانية هتحصل. وبالمناسبه كان في حد بيقول لي ان هي شخصيه نجاسه انا مش عارف عنها كتير، بس الشخصيه دي هتنضم من ضمن الفريق بتاع الميد نايت سانز اللي مارفل دلوقتي بتعمل لهم الفيلم بتاعهم. بس ايا يكن الشخص ده مين عشان اقسم بالله انا ناسي اسمك، لو انت لسه بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي فاحب اقول لك ان الكلام ده كله غلط. فيلم ميد نايت سانز اذا كان هيتعمل فعلا ما بين دومز داي والسيكريت وورز، الشخصيات اللي هتبقى موجوده في خلال الفيلم ده هتبقى شخصيات مش اللي انت متخيلها في دماغك، مش هتبقى كل الصحراء اللي كانت موجوده في عالم الام سي يو ولا كل الناس اللي مش عاوزه ولا الكلام ده كله. الفيلم هيبقى مقتصر على بعض الشخصيات زي مون نايت، جوست رايدر، بليد، إلسا بلود ستون، ووير وولف باي نايت، والشخصيه بتاعت مان سينج، الشخصيات اللي انت تحسها ان هي مرعبه بس ليها فايده. نجاسه ايوه من المحتمل ان هي تبقى واحده من ضمن الفريق بتاع الميد نايت سانز، ولكن احنا عندنا وانج اللي هو يعتبر احسن مليار مره من الشخصيه بتاعت نجاسه. ولو هتقولي لا نجاسه هي عارفه الدارك هولد فبالتالي هي عندها خبره اكتر من وانج والكلام ده كله، هقول لك عندنا اللي احسن من نجاسه واللي هو دكتور سترينج اللي حاليا دلوقتي خد الدارك هولد. يلا خربت اهي، اديني قفلتها عليك من كل ناحيه. فبرضه لحد دلوقتي مفيش اي فايده للشخصيه دي حتى لو انضمت للميد نايت سانز، خصوصا وهي شبح دلوقتي. غير كده اللي احنا متوقعينه عن فيلم ميد نايت سانز لو فعلا شركه مارفل هتعمله الفتره اللي جايه وهينزل ما بين دومز داي والسيكريت
انفينيتي وورز اللي احنا متوقعينه ان هو هيحصل، ان هو الفريق ده هيواجه شخصيات ممكن تعتبرها زي الوحوش او المتحولين او الحاجات اللي هي الغريبه اللي هي ممكن تحسها الكائنات اللي بتظهر في افلام الرعب، او هيركزوا على الشخصيات والكائنات اللي هيكونوا فوق المستوى الطبيعي بالنسبه للبشر او الكائنات الغير طبيعيه اللي هي تعتبر السوبر ناتشونال. ده يعتبر المصطلح اللي موجود في كل التسريبات حرفيا اللي عماله بتتذكر عن فيلم ميد نايت سانز. فبرضه ارجع واقول لك لا مؤاخذه في الكلام، بس نجاسه هتفيدهم في ايه؟ واصلا كيفن فاجي هو الخطه بتاعته على حسب العماله بتتسرب، وبالمناسبه الكلام ده موثوق. كيفن فاجي هو عايز يخلي شخصيه بليد يكون هو الواجهه بتاعه الستريت ليفل هيروز، وكذلك برضه عايز يكون شخصيه اساسيه في فريق الميد نايت سانز. عشان كده هو مش عايز يكروت الفيلم بتاعه ويعمله في اي وقت وخلاص، وبيحاول يخلي الفيلم ده احسن فيلم ممكن ينزل الفتره الجايه. اما بالنسبه للتمهيدات اللي كانت موجوده في خلال المسلسل فدي تعتبر النقطه الثالثه اللي انا كاتبها عندي هنا في السكريبت. ولكن الصدمه الصراحه ان هي التمهيدات اللي موجوده زي ما قلت لك كده، منهم واحد من شويه ان احنا عندنا نجاسه دلوقتي يمكن بقت عامله زي الكوميكس، وبقت تعتبر هي شبح دلوقتي، وهتفيد الشخصيات ممكن واندا برضو قدام في المستقبل في ان هم يعرفوا شويه اكتر عن السحر، او ان هي تكون المساعده بتاعتهم زي الكوميكس. وبالنسبه للتمهيد الثاني اللي المسلسل بيمهد ليه، ان احنا عندنا الشخصيه بتاعت جينيفر كالي هتقدم ابن عمها اللي هو جوست رايدر او جوني بليز. فكده معنى ظهور الشخصيه دي ان احنا عندنا جوست رايدر هيتقدم الفتره اللي جايه قريب جدا، ايا يكن بقى مين الممثل هيلعب دور، كيانو ريفز ولا راين جوزلينج زي ما كيفن فاجي هو عايز. دي حاجه ملناش علاقه بيها دلوقتي، كده كده المشروع ده هيتعمل، بس احنا من ناحيه التمهيد فاحنا كده اتمهد لنا انه جوست رايدر جاي. غير كده هتيجي تقول لي في تمهيد ثالث على ان بيلي هيقابل تومي والاثنين هيكونوا مع بعض في عالم سيمسون. فالكلام ده اللي انا لسه قايله لك من شويه، اللي هو المسلسل ده لو ما كانش اتعمل فانت كده كده هتعرف انه الاثنين هيقابلوا بعض. للاسف الكلام ده كان متسرب وكان معروف وكان اي حد برضه ممكن يتوقعه، وبالرغم من كده كيفن فاجي ولا حتى الكتاب بتوع المسلسل غيروا اي حاجه، مع انهم كانوا لسه في بدايه التصوير وعرفنا كل حاجه عن المسلسل، وعرفنا ان هو بيلي هو يعتبر اخو تومي ولكن روحه راحت لشخص تاني فهيحاول يدور على اخوه. الكلام ده لو تفتكروا انا قلته من زمان جدا، وبالرغم من كده مارفل ما لحقتش نفسها ولا غيرت الكلام ده كله اللي عمال بيتصور، حتى لو مشهد بسيط، حتى يا عم حط لي شويه غموض. اما بالنسبه للنقطه الرابعه اللي موجوده في المسلسل واللي مخليها زي الزفت، ان هي شخصيه واندا حرفيا ملهاش اي 60 لازمه في الاحداث دي كلها. لو هتسال ليه هقول لك لان اولا الناس اللي هي كانت متوقعه ان واندا او سكارلت ويتش هترجع في خلال مسلسل نجاسه، الناس دي انا سبق ورديت عليهم قبل نزول المسلسل، وكذلك برضو وقت تحليل الحلقه الاولى والثانيه قلت لكم يا جدعان شخصيه واندا ما ينفعش تظهر في المسلسل بتاع نجاسه، مش كرها مني في الشخصيه او ان انا مش بتمنى لها الخير ولا الكلام ده اللهبل اللي الناس كانت عماله بتقوله عني. انا بالنسبه لي سكارلت ويتش تعتبر شخصيه كويسه، بس مش منطقي قبل نزول المسلسل كيفن فاجي ما يلمحش على ان الشخصيه هترجع. ده لو هي فعلا هترجع جوه المسلسل، فكيفن فاجي قبل نزوله ما لمحش على ان الشخصيه رجعت تاني جوه المسلسل نفسه، ولا اتكلم عليها ولا قال اي حاجه مفيده ولا كان في اي تصريح منه عنها، على اساس ان هي تعتبر شخصيه مرتبطه بنجاسه او الكلام ده، فما كانش في امل من قبل نزول المسلسل، وده الشيء الواضح. بجانب كده ما ينفعش الشخصيه ماتت في خلال فيلم زي دكتور سترينج هم يرجعوها في خلال مسلسل على ديزني بلس. يعني انت لو هتيجي عشان تفكر فيها من ناحيه بيزنس، فالشخصيه اللي انت عايزها ان هي ترجع تاني وانت موتها في خلال فيلم قديم، المفروض ان انت لما تيجي ترجعها في حاجه تقيله. وكمان ما تاخدش الموضوع على سكارلت ويتش لوحدها، تعال اتكلم على اي شخصيه تانية من الشخصيات اللي احنا شفناها الفتره الاخيره بتعمل كاميو. خد على سبيل المثال فيلم ديد بول اند وولفرين، الفيلم ده لما جه عشان يرجع الشخصيات القديمه رجعهم لك في خلال فيلم مش في خلال مسلسل، ودي حاجه زي ما قلت لك هي ليها علاقه بالبيزنس. وغير كده الناس دي عارفه اللي هم بيعملوه، عارفين ان هي الاعمال او الافلام اللي بيعملوها دي القصه بتاعتها كويسه، فبالتالي ممكن يقدموا فيها كاميوهات عظمه. انما ما تعمليش مسلسل القصه بتاعته زي الزفت حرفيا ملهاش اي 60 لازمه، وتيجي تقول المسلسل ده اصل هو هينجح عشان سكارلت ويتش راجع فيه. لا مؤاخذه يعني في الكلام اللي هقوله، بس مين الغبي اللي كان مصدق الكلام ده انه يحصل؟ طبعا في بعض الصفحات العربيه كانت عماله بتاكد ان سكارلت ويتش هيبقى فيه تلميحات لرجوعها في خلال المسلسل وهتظهر والكلام الهبل ده، وسبق ورديت على الناس منكم اللي كانت بتكلمني على الانستجرام وقلت لكم يا جدعان الكلام ده غير مؤكد. حتى الاجانب نفسهم اللي هم بينزلوا التسريبات او حتى الناس اللي بتتفرج وبتعمل ريفيو للافلام والمسلسلات، مفيش حد على وجه الكره الارضيه كان متوقع ان سكارلت ويتش يوم ما ترجع هترجع في خلال مسلسل، وخصوصا مسلسل زي نجاسه اللي هو متوقع اساسا احداثه كلها من قبل ما ينزل، سواء اذا كنت انت بتحبه ولا ما بتحبوش. والدور الوحيد بتاع الشخصيه جوه الاحداث بتاعه المسلسل زي ما قلت لكم من شويه ان هم فضلوا يحلبوا كل شويه ان الشخصيه دي ماتت، وان هو ويكن ابن واندا، وان هي سكارلت ويتش كانت عامله عليها تعويذه، وسكارلت ويتش ماتت
اتولد في خلال جبل وينتاجور، وبس القصه انتهت على كده، وفضلنا ان احنا نحكي ونفضل نحلف في نفس الكلمتين دول الحلقات كلها. وغير كده لو انا هتكلم على حاجه شخصيه كانت بتحرق دم انا شخصيا، فكانت الناس اللي هي كانت متوقعه ان فعلا واندا كانت هترجع جوه المسلسل، بالرغم ان هو في خلال نفس الوقت ده انا كنت شخصيا عمال بقول لكم تسريبات عن دومز داي والسيكريت وورز، ومن ضمنها ان سكارلت ويتش هتكون حبيبه دكتور دوم. الازمه ان انا كنت عمال بقول لكم دي التسريبات اللي مارفل هتعملها ودي الخطه الحاليه، وسبحان الله ما زال لحد اللحظه الحاليه اللي بسجل فيها الكلام ده كل التسريبات دي صح، وسكارلت ويتش هترجع في خلال دومز داي بحيث ان هي تساعد دكتور دوم، بس في نيتها ان هي تكفر عن ذنبها وتحل الازمه اللي هي عملتها قبل كده في عالم الام سي يو، لان هي مش عايزه تشوف نفسها على انها فيلن، هي عايزه تكفر عن ذنبها وعن المشاكل اللي عملتها قبل كده. فكان منطقي ان هي لو هترجع في عمل تقيل، او على الاقل ترجع بالميت خالص في خلال دومز داي لاي شخص منطقي بيفكر بدماغه. بس بالرغم من كده الناس مصدقه لا ده اول ظهور ليها هيبقى في خلال نجاسه. طب ليه؟ عشان نجاسه بتحبها قوي. النقطه الخامسه بعد كده واللي هي علاقه كانج والدارك هولد في خلال مسلسل نجاسه. طبعا برضو قبل نزول المسلسل سبق واتكلمت قبل كده على اشاعه، قلت لكم ان الاشاعه دي بتقول انه هيوضح في خلال مسلسل نجاسه ان هو كانج يعتبر هو الشخص اللي كتب الدارك هولد، وده لانه هو كان عايز يخلي سكارلت ويتش ان هي تمسك الدارك هولد ويحصل لها كل اللي احنا شفناه قبل كده، بحيث ان هو يتخلص من الشخصيه دي. من الاخر كده كانج كان عايز ان هو يموتها، وده لانه هو طبعا كتب السكريبت بتاع التايم لاين كله زي ما احنا شفنا في خلال مسلسل لوكي الموسم الاول، فهو كان بيتخلص من الشخصيات زي توني ستارك او الشخصيه بتاعت سكارلت ويتش او بقيه الشخصيات التانية، كل واحد وطريقته. وزي ما اتذكر برضو جوه الاشاعه دي والكلام ده هو اللي انا قلته، انه كانوا بيقولوا انه جوناثان ميجرز صور مشاهد للشخصيه بتاعت ايمورتس تقريبا، او تقريبا النسخه بتاعت هي هو ريمينز، بس اعتقد ده كان ايمورتس، وكان بيوضح في خلال المشاهد اللي صورها ان هو الشخص اللي كتب الدارك هولد. بس برضو بالرغم من الكلام ده ان انا شخصيا قلت لك برضو بعديه على طول ان انا ما اعتقدش الكلام ده صح. يعني معلش في الكلام، مسلسل نجاسه هم المفروض قبل كمان ما يخلصوا التصوير بتاعه كانوا عارفين ان هو جوناثان ميجرز عامل مشاكل، وكان برضو الكلام ده قريب من نهايه الحوار بتاع المحكمه والكلام ده كله، يعني قبل الحكم النهائي بتاع جوناثان ميجرز، وتقريبا برضو عملوا ريشوت بعديه. فازاي ان انت قبل نزول المسلسل بحوالي تقريبا اسبوعين 3 اسابيع تيجي تقول لي ان هو المسلسل ده هيظهر فيه كانج، وان هو الممثل كان مصور مشاهد محتمل تفضل موجوده، واحنا بالرغم من كل ده عرفنا خلاص بشكل رسمي ان يا مارفل هتروح لواحد اسمه دكتور دوم. فالاشاعات دي برضو ما كانتش منطقيه، بس انا بالنسبه لي وجهه نظري اللي موجوده هنا انه حتى كمان كانج لو احنا هنقفل الملف بتاعه وهنقفل كل حاجه بتخصه، على الاقل كان ممكن انت تذكر حاجه زي كده، او لو المشاهد دي كانت اتصورت بالفعل كان ممكن تستخدموها، او تعملوا ريكاست للشخصيه بتاعت كانج وتخلوا اي حد من نسخ كانج يظهر ويقدم اي حاجه مفيده جوه المسلسل اللي زي الزفت ده. خصوصا برضو لو هنرجع للكلام القديم، فمارفل كان عندها برضو الخطه دي وقتها، ان هم كانوا عايزين يعملوا مواجهه بين شخصيه كانج وبين شخصيه دكتور دوم. حتى لو انت هتقدم دكتور دوم نفسه، والكلام ده احنا عرفناه زي ما قلت لك وقتها انه خلاص كده دكتور دوم بشكل رسمي عندنا. طب ليه ما قلتش انه في حاجه ليها علاقه بكانج، او ممكن يا عم حتى لو من بعيد لبعيد اربط لي موضوع الدارك هولد بالشخصيه بتاعت مافيستو او اي شخصيه تانية غريبه موجوده في الام سي يو، حتى لو الشخصيه دي هتبقى هي الفيلن بتاع فيلم ميد نايت سانز. يعني كنا عايزين ابداع حتى لو بنسبه 1%. اما بالنسبه للنقطه السادسه فدي سبب وقلتها يجي مليون مره من ساعه ما نزل الاعلان، وكمان برضو قايلها من زمان قبل حتى كمان ما الاعلان ما ينزل، ومن ساعه ما المسلسل ده ما كان بيتصور. وخد الكبيره، الكلام ده انا قلته من ساعه ما بوب ايجر هو ماسك الشركه بتاعه ديزني. عمال اقول من زمان انه المسلسل بتاع نجاسه يعتبر مسلسل معمول عشان يقدم الاجندات ويدعمها. محدش يا جدعان فيكو اقسم بالله صدق الكلام اللي بقوله، وبالعكس انا اتهجنت على الكلام ده، وساعتها انا شخصيا كنت مصدوم، اللي هو الناس مش عايزه تستوعب ليه انه ده مسلسل اجندات، سواء من التسريبات او من الاعلان الرسمي اللي احنا عرفنا منه الشخصيات اللي هتبقى موجوده. ولكن قلت يمكن انتوا شايفين حاجه انا مش شايفها، او يمكن في حاجات انا غلطت فيها انا مش عارفها، بس اللي اكتشفته ان هو مسلسل حتى لما نزل وحتى لما خلص والاجندات واضحه قدام الكل، وكانت واضحه جدا، دي كانت مشاهد صريحه. بالرغم من كل ده برضه في ناس جايه تقول لي المسلسل ده من احسن المسلسلات اللي نزلت، وكل اللي فيه حرفيا لا شيء، قصه عظيمه، الاخراج جامد، الموسيقى التصويريه معرفش ايه، والكلام ده كله فضلوا ان هم يعظموا فيه. طب وبالنسبه للاجندات اصلا اللي هي موجوده، واللي انت اساسا لو بصيت للمسلسل كله هتكتشف ان هو معمول عشان الاجندات، مفيش قصه. الناس تيجي تقول لي لا حرفيا المسلسل جامد انت بس مش واخد بالك، بس الفكره ان انا زي ما لسه قايلك من شويه حرفيا مفيش قصه، ولما تيجي عشان تتفرج عليه تاني بعد ما الفيديو ده ما يخلص هتتاكد انه حرفيا كان معمول عشان اجندات. ده الاجندات كانت واضحه من اول مشهد، والكلام ده اللي قلته في التحليل. وطبعا النقطه دي بتاعت الاجندات انا اتكلمت فيها زياده عن اللزوم قبل كده، فاللي هو انا مش هتكلم فيها كتير، انتوا كده الناس اللي تابعت الفيديوهات القديمه هيبقوا عارفين نفس الكلام اللي هقوله. الاجندات كانت هتبقى موجوده واضحه قدامنا جوه المسلسل، والكلام
ده للاسف حصل. النقطه السابعه اللي موجوده عندنا الا وهي شخصيه ديس اللي رايحه تتقدم في خلال مسلسل نجاسه. انا مش عارف اقول ايه الصراحه على الشخصيه دي، لاني قسما بالله يا جدعان اقسم بالله الشخصيه دي كل ما اشوفها كل ما افتكرها ان هي واحده بوش حمار. الميك اب بتاع الشخصيه زي الزفت، تقديم الشخصيه نفسها زي الزفت، مشاهد الشخصيه جوه المسلسل زي الزفت، ودماغها وطريقه كلامها والهزار والهبل ده كله زي الزفت. يمكن السبب الوحيد اللي هي ظهرت عشانه جوه المسلسل هو عشان ان هي تموت شخصيه نجاسه. لما كان ده يحصل في خلال اول حلقتين وكان زماني وفرت وقتي. ولكن طبعا ازاي؟ احنا لازم ان احنا نبين انه كان في علاقه ما بين الاثنين، شخصيه نجاسه وشخصيه ديس، والعلاقه برضو حرفيا مش بتفيدك ولا في احداث الام سي يو، ولا بتفيدك او بتسليك او بتخليك تنبسط ولا تتفاعل معاها اساسا جوه المسلسل نفسه. وحرفيا لو شلتها من المسلسل هتلاقي ان العلاقه دي ملهاش اي 60 لازمه. بس انا برضو مازال اكتر حاجه مستفزاني هو شكلها اللي زي الزفت. يعني انا مش عارف مين الميك اب ارتست الحمار اللي عمل وش الحمار اللي موجود قدامنا ده. طبعا هنا انا مش بقول ان الشخصيه دي كان لازم ان هي تتقدم زي الكوميكس وان هي يبقى ليها علاقه بالاحداث بتاعت انفينيتي وور وشخصيه سانوس والكلام ده كله اللي احنا عارفينه من الكوميكس. انا هنا مش بقول كده، ولكن قصدي ان هي كانت تظهر بشكل احسن من كده، ما تكونش شخصيه غبيه وشخصيه عامله نفسها ان هي فانكي وان هي شخصيه بقى اللي بتهزر كتير وفي نفس الوقت جاده، وبرضه يبقى ليها علاقه بشخصيه نجاسه. يعني كل اللي احنا شفناه ده حرفيا يا جدعان اقسم بالله بيهز الشخصيه دي من ناحيه الكوميكس وبيهينها حرفيا بكل القرف اللي احنا شفناه. وبالمناسبه برضه زي ما قلت لك انا مش حابب الشخصيه دي من ناحيه الكوميكس بتاعت انفينيتي وور او انفينيتي جانتلت، اللي هو سانوس كان عايز ان هو يبهرها فقال ان هو يعمل حوار السناب والاحداث اللي احنا شفناها. كل الكلام ده في الكوميكس حرفيا مش حابه من ناحيه الشخصيه بتاعت سانوس او ديس. فزي ما قلت لك انا هنا مش بقارنها بالكوميكس اللي هي تعتبر بتاعت انفينيتي وور، انا بتكلم على الشخصيه نفسها من جوه الكوميكس نفسها. انت حرفيا هنت الشخصيه جوه المسلسل لما انت جيت عشان تقدمها. اما النقطه الثامنه اللي معانا الا وهي نقطه تقييم المسلسل، اللي حرفيا في شويه، مش عايز اشتم يعني، بس في شويه ناس اغبياء عمالين بيكلموني بناء عليها. الناس اللي عماله تقول لي تقييم المسلسل جامد، انت بس اللي مش فاهم، او انت اللي مش عايز تفهم ايه الاحداث اللي عماله بتحصل، او انت مش مدرك مدى عظمه المسلسل. عايز بس اقول لكم على حاجه، ان هو المسلسل او اي فيلم بشكل عام او اي عمل انت هتشوفه في حياتك، لا مؤاخذه في الكلام اللي هقوله، بس انت لو هتعتمد على تقييم او الكلام ده فمعلش يعني انت غبي. المفروض اللي بيقيم الفيلم ده انت مش الشخص اللي قدامك، سواء الشخص اللي قدامك ده ناقد ولا يوتيوبر ولا شخص عادي، انت اللي بتتفرج على الفيلم وانت اللي بتحدد بالنسبه لك انت الفيلم ده كويس ولا لا، المسلسل ده كويس ولا لا. لان انا بالنسبه لي هيبقى في افلام عجباني انا وبحبها جدا، الافلام دي اقسم بالله ممكن اجيب واحد تاني ما يطيقش واحد منهم، وكذلك العكس. فالناس اللي كانت عماله تقول لي اصل المسلسل جامد انت بس اللي ما بتفهمش، ولو هو مش جامد ليه واخد التقييم بتاعه اللي هو 7 تقريبا و3 من 10؟ فانا مش عارف يعني انت لو هتتكلم على حوار التقييمات انت بتتكلم على 7 و3 من 10، ده اقصى طموحك في المسلسلات اللي نزلت على انه كده الجامد الفشيخ اللي مفيش منه اتنين؟ لا يا معلم، في مسلسلات كتير جدا اتعملت تعتبر احسن من نجاسه مليون مره. نجاسه اللي انت فرحان بيه اللي هو جايب 7 و3 من 10 على الموقع بتاع اي ام دي بي، مسلسل لوكي سواء الموسم الاول او الثاني هو جايب 8 و2 من 10. فيعتبر مسلسل نجاسه مش احسن عمل نزل من شركه مارفل والخطر ده كله اللي عمال بيتقال. وحتى مسلسل واندا فيجن احسن منه مليار مره، لان هو ده المسلسل المشتق عن واندا فيجن اصلا. ومسلسل وات اف الموسم الاول او الموسم الثاني يعتبروا اعلى في التقييم من مسلسل نجاسه برضه. ولو هتتكلم على حاجه بره مارفل فانت عندك مسلسل دير ديفل يعتبر برقبته، وعندك برضه مسلسل ذا بينجوين اللي الناس كانت عماله بتقول عليه ان هو مسلسل زي الزفت مقارنه بنجاسه. مسلسل ذا بينجوين بتاع عالم دي سي احسن مليار مره ومفيش وجه مقارنه بينه وبين نجاسه. فالناس اللي ماشيه على حوار التقييم ده انا مش عارف هل انتوا يعني ما عندكوش معلومه على ان الشركات بتدفع فلوس عشان يبقى في تقييمات كويسه، ولا انتوا في ايه بالظبط؟ حرفيا ماشيين مع القطيع، ما عندكوش راي. وفي الاول وفي الاخر زي ما قلت كل الكلام ده من وجهه نظر الشخصيه، وده اللي انا شفته في المسلسل. عجبك الكلام تتفق معاه ما تتفقش معاه، ده رايي انا الشخصي، وده اللي انا شفته في المسلسل. ولو انت اتفرجت عليه بنسبه كبيره هتتفق معايا، خصوصا انه الحمد لله ربنا سترها دلوقتي والمسلسل كله انتهى، ويا رب ان شاء الله ما يعيدهاش ايام ولا اعمال تانية.